الجنيه المصري بيستقر قدام الدولار الأمريكي وبيوصل 46 جنيه و71 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم معنا تحديث جديد ومهم عن سعر الدولار في مصر مع بداية تعاملات النهاردة. هل في تحرك جديد ولا السوق لسه ثابت؟ خليك معانا وهنقول لك كل حاجة بالتفصيل. سعر الدولار النهاردة فضل مستقر قدام الجنيه المصري في أغلب البنوك المصرية ومفيش أي تغيرات كبيرة في الأسعار مع بداية تعاملات اليوم. في البنك المركزي المصري سجل الدولار 46 جنيه و71 قرش للشراء، 46 جنيه و84 قرش للبيع. أما في البنك الأهلي المصري فسجل الدولار 46 جنيه و75 قرش للشراء، 46 جنيه و85 قرش للبيع. أما في البنك التجاري الدولي فسجل الدولار 46 جنيه و76 قرش للشراء، 46 جنيه و86 قرش للبيع. أما في بنك البركة فوصل الدولار 46 جنيه و70 قرش للشراء، 46 جنيه و80 قرش للبيع. في بنك مصر سجل الدولار 46 جنيه و76 قرش للشراء، 46 جنيه و86 قرش للبيع. بشكل عام السوق هادي ومفيش أي تحركات مفاجئة وكل البنوك شغالة بنفس النطاق السعري تقريبا. لو حابب تتابع أسعار الدولار والعملات أول بأول ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو وفعل الجرس واكتب لنا في التعليقات هل تتوقع في تحرك في سعر الدولار الأيام اللي جاية ولا لأ. سلام.